السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيقولوا مطبلاتي وليك معاه مصلحة. طبعا ليا معاه مصلحة كبيرة جدا. في يوم من الأيام كانت الدبابات نازلة في شوارع بلادنا. في يوم من الأيام كانت شوارع بلادنا كلها متقفلة ومظاهرة هنا ومظاهرة هناك. في يوم من الأيام كنا خايفين على بناتنا وإخواتنا وأمهاتنا إن هم ينزلوا الشوارع. في يوم من الأيام كان في فرض الحظر التجوال، محدش نازل، وتسمع صوت الأذان في المسجد ما انتش عارف تنزل من حظر التجوال. النهارده بفضل ربنا سبحانه وتعالى الامن بقى منتشر في ربوع الوطن. لينا معاه مصلحه ولا ملناش معاه مصلحه؟ في يوم من الايام كنا بنسمع عن صخره الدويقه وقعت على ناس ومصابين واصابات كتير وناس فقدت بيوتها ومشردين في الشوارع. في يوم من الايام كنا بنتفرج على برنامج الاستاذ عمرو الليثي وهو بيجيب لك في واحد من الناس ناس عايشه في صفيح، ناس مش لاقيه صرف، ناس مش لاقيه ميه، ناس مش لاقيه تشرب، ناس مش لاقيه تاكل. النهارده ما عدناش بنشوف الكلام ده، وبرنامج واحد من الناس اتلغى. بقينا نشوف الأسمرات، وبقينا نشوف مساكن الخيالة، وبقينا نشوف مساكن غيط العنب، بقينا نشوف حياة كريمة، بقينا نشوف تكافل وكرامة، بقينا نشوف علاج على نفقة الدولة. كنا بنسمع زمان عن فيروس سي اللي كان بياكل في أجداد أهالينا. النهاردة اتلغى فيروس سي، ما بقيناش نشوف عيان لفيروس سي، ومنين ما بيكتشف اطلع بسرعة علاج مجاني على نفقة الدولة 3 شهور لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعافيك. الكلام ده كله مش مصلحة لينا مع الراجل ده؟ طيب الكلام ده كله ما يستحقش نقول للراجل ده شكرا؟ اكتر من كده لو فتحت الخريطة وبصيت من حواليك هتلاقي دمار هنا وخراب هنا وقصف هنا، وناس بتقتل بعضها هنا، انت مش عارف بيقتلوا بعض ليه، على سلطة، على كنوز، على مصالح. لكن النهاردة الحمد لله احنا بلدنا امنة، وكمان بتصلح نزاعات للناس اللي حواليها وبتحط خطوط حمراء هنا وخطوط حمراء هنا وخطوط حمراء هنا. مش نقول له شكرا؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أسيب كل النعم ديت وأبدأ وأقول الغلاء، سعر الدولار، الأزمة الأوكرانية، الأزمة كذا، الأزمة كذا، وهي أزمات بتغطي على العالم كله؟ ولا أبدأ وأشوف ما كانش عندي إيه والنهاردة فعلا على أرض الواقع بقى عندي إيه؟ ما هي ما كانتش سويسرا في يوم من الأيام، بس بص النهاردة بقت أحسن من امبارح إزاي. الكلام دوت بفضل ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر ينكر. ولكن مين كان سبب على ايديه تمت الفتوحات اللي حصلت ديت؟ مين كان سبب في الاستصلاح الزراعي؟ مين كان سبب في تأمين بلادنا من الإرهاب؟ مين كان سبب في تأمين مواردنا اللي موجودة في البحر المتوسط اللي بتوفر لنا إمدادات الغاز؟ مين كان سبب في مشاريع الكهرباء؟ مين كان سبب؟ مين كان سبب؟ مش لازم نقول شكرا. عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ما أتم الشكر ربنا اللي ما قالش شكرا للي كان سبب في النعمة اللي هو فيها النهاردة. عايزيننا بعد ده كله نطلع نقول له لا مش عاوزينك؟ عايزيننا بعد ده كله ما نطلعش نقول له شكرا؟ لو قلت له شكرا يبقى ليك معاه مصلحة وبتطبل له؟ ما أنا لازم أطبل له لو التطبيل عندك معناه شكرا. ما أنا فعلا ليا معاه مصلحة هو أنا هنكرها؟ دولتك بعد ما كانت على شفا الضياع النهارده بقت فعلا دولة عظمى بتتوسط في حل مشاكل لها علاقة بالعالم كله، بيتعمل لها في العالم 1000 حساب، مفيش مشروع عالمي بيتعمل إلا وهي طرف فيه. عشان كده طالع أقول له شكرا يا ريس. للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألف شكر. معاك بأصواتنا، معاك بقلوبنا، معاك بسواعدنا، معاك في كل اللي جاي ومستنيين منك المزيد. حفظ الله الوطن، تحيا مصر. والله البلد دي كانت كده كده كده، وسبحانه وتعالى ايده الكريمة الفاضلة خدتها ورجعتها. ربنا